تعرفوا ان في شخصيات كتيرة في الكتاب المقدس وصفهم بان هم جبار بأس. معنى كلمة جبار بأس يعني شخص قوي في قدراته، في إمكانياته، كمان في علاقاته. أول شخصية هي شخصية قيس أبو شاول، وده هنجراها في سفر صموئيل الأول إصحاح 9 آية 1. والشخصية التانية هي شخصية بوعز، وبوعز ده اللي اتجوز رعوس المؤبية، واللي جه من نسلها الرب يسوع ليه كل كرامة وكل مجد. ودي هنجراها في سفر رعوس إصحاح 2 آية 1. الشخصية الثالثة هي شخصية داود بن يسى، ودي هنجراها في صموئيل الأول 16-18. الشخصية الرابعة هي شخصية نعمان رئيس جيش أرام، ودي هنجراها في سفر ملوك الثاني إصحاح 5 آية 1. لو تعرفوا شخصيات تانية وصفهم الكتاب المقدس بأنهم جبار بأس اكتبوا لنا في التعليقات.